اهو انا خلصت كده 24 عمود. هاجي هنا في اول السلسلة 1 2 3 هقفل هنا، بقى عندي 24 عمود بالمنظر ده. السطر التاني بعمل اللي هي غرزة الحشو. بدخل هنا، شايفين دي السلسلة، وباخد لفة وقفلة الاتنين، دي اسمها غرزة حشو. في كل راس عمود بعمل غرزة حشو، 24 غرزة حشو. اهو خلصت السطر، دي كانت اخر غرزة. وبعدين بعمل ايه؟ بعمل ادي 1، ادي غرزة 2 3 4 5 6 سلاسل. ماشي، خلي بالك انا هنا اهو قفلت الغرزة دي، كانت اخر غرزة اهي عندي السلسلة، عملت الغرزة دي، قفلت اهو كده. ماشي، وبعدين ببدأ اعمل 2 3 4 5 6. بعدين بعمل عمود بلفتين، عمود باللفتين، ادخل في نفس الغرزة واعمل العمود اللي بلفتين، دخلة 2 2 2 في نفس الغرزة اللي انا عملت فيها السلسلة، هي نفس الغرزة اللي عملت فيها العمود. وبعدين برتفع 1 2 3، واخد هنا في العمود اللي بلفتين اللي انا عملته، وابدأ اعمل الوردة اللي هي دي، اعمل فيها 7 عواميد. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7. يبقى في الاول عملت الست سلاسل، وعملت عمود بلفتين، وحطيت في العمود اللفتين ده 7 عواميد. خلصت ال7، باجي في الغرزة اللي جنبها على طول اهي، واقفلها بغرزة حشو. وبعدين 1 2 3 4 5 6. في نفس الغرزة بنزل اخد عمود بلفتين، ما تغلطيش، عمود بلفتين اهو، وبعدين ارتفاع 3 سلاسل، وبعمل في العمود ده 7 عواميد بلفة واحدة. 2 3 4 5 6 7. الغرزة اللي جنبيها باخد غرزة حشو، هيبقى الشكل كده. شايفين دي اخر غرزة نزل فيها الابرة واطلعها بغرزة منزلقة. وبعدين بعمل ادي 1 2 3 4، وبعدين العمود بلفتين انزل في نفس الغرزة
ادي اللفة خدها. بقى عندي 4 على السلسلة، بفلت 2 و2 و2، وبعدين هرتفع ب3 سلاسل اللي هم ارتفاع العمود، شايفين؟ بعدين بدخل في الفتحة دي هذه، هعمل فيها 7 أعمدة. ادي 1 عمود بلفة واحدة، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، وادي 7. كده انا خلصت ال7 اهم. باجي في العمود ده واروح قافله الشغل بتاعي. اما نيجي هنا نفرد الشغل بتاعنا ويبقى ده منظره. شايفه عامل ازاي؟ كده خلص. هاجي هنا، انا دي اخر غرزة عندي، باجي اسنده بقى ايه، اخليه يتظبط من الخلف. بعمل ايه؟ باجي هنا، شايفة السلسلة دي هنا، بدخل فيها بغرزة سقط، يعني بدخل كده اخد لفة واطلعها من الابرة، وادخل هنا واخد غرزة واطلعها من الابرة، واخد هنا واخد غرزة واطلعها من الابرة، واخد هنا غرزة واطلعها كده لحد ما اوصل لدي اللي هي السلسلة بتاعت العمود، سلسلة كبيرة.